لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على لايك ليصلكم كل جديد. زلزال تركيا وسوريا. زلزال هائل مدمر يقتل أكثر من 1500 شخص في تركيا وسوريا والسكان نائمون. ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب بشدة جنوبي تركيا إلى 1014 شخصا، وأصيب أكثر من 7003 آخرين. وقال الرئيس التركي أردوغان إن هذه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، مضيفا أن 2824 مبنى انهار نتيجة لذلك. وأفادت التقارير بأن زلزالا ثانيا ضرب جنوب شرق البلاد في المنطقة نفسها التي ضربها الزلزال الأول. وفي سوريا، قالت وسائل إعلام رسمية إن الزلزال أسفر عن مقتل 430 شخصا على الأقل عبر الحدود في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا التي مزقتها الحرب. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن 1284 شخصا على الأقل أصيبوا في الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة غازي عنتب بجنوب غرب تركيا، على بعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود السورية. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وقع في الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 17.9 كيلومترا بالقرب من مدينة غازي عنتب. وقالت وزارة الصحة السورية إن القتلى والجرحى توزعوا بين محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. وهناك مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير في الساعات المقبلة. وانهار العديد من المباني ونشرت فرق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض.